السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم فراخ بالبصل المكرمل زي ما انتم شايفين بطريقة بسيطة وسهلة جدا بمكونات موجودة عندنا في كل بيت. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير، بس قبل ما نبدأ بنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وبنقول بسم الله الرحمن الرحيم. المقادير بتاعتنا هي عبارة قطعة من الفراخ اللي انتوا بتحبوها، عايزين دبابيس، وراك كاملة، الكفة بتاعت الفراخ او الصدور، طبعا اي كمية. طبعا هنا دي 3 بصلات مبشورين او متقطعين صغير، ومعلقة من الثوم، والتوابل بتاعتنا هي عبارة عن ملح وفلفل اسمر وبهارات من الفراخ، ولو عندك رشة من جوز الطيب بايه ماشي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد الفراخ بتاعتنا هنحمرها في اي ماده دهنيه عندنا او بنحبها، اللي هي طاسه زي ما انتم شايفين حطيت فيها الماده الدهنيه بتاعتنا. هاخد قطع الفراخ هحطها على الجلد عشان تتحمر اهي. طبعا الفراخ بتاعتنا مغسوله كويس بالميه والليمون والملح، وبعد كده زي ما انتم شايفين كده عشان نخلص من الزفاره بتاعتها هنسيب الفراخ بتاعتنا او تاخد لون ذهبي، واول ما تاخد لون ذهبي ارجع لكم تاني. ادي الفراخ بتاعتنا دلوقتي بعد ما خدت لون، انا هشيلها من الطاسه. بسم الله. بصوا اللون بتاعها حلو ازاي. هو ده اللون اللي انا عايزاه، اللون الذهبي الحلو دوت. انا هعمل ايه دلوقتي؟ مكان الفراخ دلوقتي انا هحط البصل بتاعي زي ما انتم شايفين كده. حطينا بصل، هنحط الملح بتاعنا على طول هو والبهارات زي ما انتم شايفين كده. هقلب في البصل بتاعنا لحد ما ياخد اللون دهبي فاتح عشان اعرف احط معلقه الثوم بتاعتنا. وادي البصل بتاعنا بعد ما اتكرمل زي ما انتم شايفين دلوقتي، انا هحط على طول معلقه الثوم بتاعتنا، هقلب فيها لحد ما تاخد لون مع البصل. دلوقتي زي ما انتم شايفين انا رصيت قطع الفراخ بتاعتنا بعد ما حمرتها في طاجن او في صينيه اللي انتم متوفر عندكم او اللي انتم بتحبوه. دلوقتي انا البصل بتاعي بعد ما حمرته واتكرمل مع الثوم وحطيت عليه التوابل بتاعتنا، دلوقتي يا اما انا هزودها مرقه فراخ او ميه مغليه. طبعا انا ما عنديش مرقه فراخ، انا هحط كوبايه من الميه المغليه زي ما انتم شايفين كده اهو، وهحطها على الفراخ بتاعتنا. طبعا دلوقتي هي برضو عايزه ميه تاني، انا هجيب لها كوبايه ميه تاني. زي ما انتم شايفين كده اهو، هو ده اللي انا عايزاه. طبعا الفراخ بتاعتنا بالتحميره اللي احنا حمرناها كده يعني نص سوا. هنعمل دلوقتي؟ انا هدخلها الفرن على طول تاخد الفراخ تستوي كويس وتكمل سواها وياخد لون من فوق، وارجع لكم تاني. وادي الطاجن بتاعنا بعد ما دخلناه الفرن واستوى وخد لون زي ما انتم شايفين. طبعا طعمه حلو قوي والريحه طبعا قلب الدنيا. يلا بص انا هوريكم بس البصل بتاعنا. بصوا اللون بتاعه عامل ازاي. طبعا الكميه والمقادير دي حسب ذوقكم انتوا او حسب الناس اللي هتاكل من الطاجن بتاعنا. الطاجن بتاعنا دوت ينفع جنبيه شويه سلطه، شويه مخلل، طبق ملوخيه جنبيه، اكله خفيفه وسهله وطعمه حلو جدا هيعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه، وبألف هنا.